صباح الفل يا شباب، يا رب تكونوا بخير. النهارده مع المحاضره اللي هنسميها مع بعض زيرو. اي واحد في الدنيا بيجي يبدا كده يقول لك المحاضره الاولى، المحاضره الثانيه، المحاضره الثالثه. انت هنا لسه في البدايه، انت لسه في الصفر، لسه في بدايه الطريق. في ناس كتير بتقعد تقول لي يا دكتور احنا عايزين كورس تاسيسي. ليه يا ابن الناس كورس تاسيسي؟ يقول لي اصل انا ما عرفتش الحاجات اللي المفروض اخدها من سنه اولى وسنه تانية، ايه اللي هذاكرها في سنه تالتة. احب اطمنك ان هي مش محتاجه كورس ولا حتى محتاجه محاضرات، هي محتاجه منك شويه وقت صغيرين اللي ممكن تكون انت واخد بالك منهم في توقيت الفيديو. دلوقتي انت عندك المسطره اللي تحت دي، اضغط عليها شوف هي قد ايه مده المحاضره. وعايزك تبقى فاهم حاجه، المحاضره بتاعتنا دي احنا مش بنعتبرها حتى محاضره تاسيسيه، ده طريقك لانك تبقى عارف شويه اسس ممكن تلاقي عليها سؤال وممكن لا، ممكن تلاقي عليها سؤال او 2 او 10 او 20 على مدار ان انت بتحل الواجب بتاعك. طب هل انا لو ما سمعتش المحاضره دي خالص المدرس اللي انا شغال معاه سواء انا او غيري مش هيقول لي المعلومات يا دكتور اللي حضرتك بتقولها؟ لا، هيقول على الاقل 90% منها. طب انت ليه بتنزلهم في محاضره لوحديها؟ عايزك تبقى رايق وفايق لاسس المنهج بتاعتك. فاذا كنت شايل هم لمنهج سنه اولى ومنهج سنه تانية ان انا ما كنتش بذاكره، وانا كنت بصراحه يا دكتور يعني سامحني كده، كنت بقاهم فيهم على اعتبار عايز انجح وخلاص، وفي ثالثه اشد، ما تقلقش اهو. انا اساسا كنت راجل مهتم معاك او مع غيرك، وكنت يا دكتور مركز وعارف كل اسس سنه تانية، بس نسيت، فعايز بس الخلاصه بتاعه الكلام دوت اهو. يا عم الفيديو معاك، الفيديو ده يا ريت تعمل له عندك سيف كده. ليه؟ لان انت هتحتاجه في بدايه كل فصل. الفيديو معاك، ويفضل ان انت تسمعه اول ما ينزل لك على طول، تروح سامعه وتروح مخلصه. بس مع الوقت انت ممكن تنسى شوية حاجات. يعني هتلاقي ان احنا مقسمين عندك المحاضرة الى ما يخص كذا وكذا، ده الفصول اللي هي معاك اساسا في سنة تالتة. يعني ما يخص الدعامة، ما يخص الحركة، ما يخص الهرمونات، ما يخص التكاثر، ما يخص المناعة، ما يخص الدي ان ايه والار ان ايه. ايه الحاجات اللي كانت في سنة اولى وسنة تانية ليها علاقة بالجزئية دي في سنة تالتة؟ ورقة كده واكتب معايا شوية حاجات مش كلهم. ولو انت مش يعني في استطاعتك تكتب، ممكن توقف الفيديو في الحتة اللي انت عاوزها، تعمل سكرين فيديو او سكرين شوت وشوف الحاجة اللي دي على مهلك وبالراحة. ومش عايزك تبقى قلقان من ان انت بتسمع محاضرة انت بتقول عليها محاضرة تأسيسية، لكن انا مش شايف انها تأسيسية ولا حاجة. انا شايف انها بس شوية نقط تخليها معاك تبقى مرتاح. اكتر جزئية فيها كلام مرتبط ما بين سنة اولى وسنة تانية وسنة تالتة هي الدعامة، وخاصة الدعامة اللي في النبات. طيب ايه الحاجات اللي في سنة اولى وسنة تانية ليها علاقة بنبات سنة تالتة؟ انواع الخلايا. ايه هم انواع الخلايا اللي انا عدوا عليا وهسمع سيرتهم تاني في سنة تالتة؟ الخلايا دول كان في منهم اسامي زي البارنشيمية، الكولنشيمية، عيلة نشيمي كنا بنسميها كده، الاسكلرانشيمية، الفلينية، الخلايا الفلينية. ممكن تلاقي بعد كده حاجة هنكتبها على جنب كده، خشب ولحاء. طيب واحدة واحدة، منظرهم ازاي؟ البارنشيمية دي بيطلع منها حتتين، مغلظ ولا غير مغلظ. يعني ايه بقى؟ اي خلية في الدنيا ربنا خلقها نباتية تركيبها بيكون كده. اي خلية من دول تركيبها بيكون مبدئيا كده. اللي من بره ده اسمه جدار خلوي، بيتكون في المقام الاول من مادة اسمها مادة السليلوز، الياف كربوهيدراتية اسمها سليلوز. طيب والحتة يا دكتور اللي من جوه دي ده اسمه الغشاء البلازمي او الغشاء الخلوي.
الغشاء الخلوي ده بيتكون من مواد كتيره زي الفوسفوليبيدات، زي البروتين، زي جزيئات الكوليسترول، وانا مش عايزك تعرف عنه غير انه شبه منفذ. يعني ينفذ حاجات بسهوله زي الميه، يمنع مرور حاجات كبيرة الحجم زي البروتين والسكر، يعدي حاجات حسب حاجة النبات زي الأملاح. عدي صوديوم عشان محتاجه، ما تعديليش البوتاسيوم اصل مش محتاجه، عديله الكلور بس بنسب ثابته. عشان كده احنا ما بنقولش عليه هو منفذ كليا ولا غير منفذ كليا، هو بنقول عليه ايه؟ شبه منفذ. طيب ايه تاني جوه هنا؟ في حاجه اسمها فجوه عصاريه. الفجوه العصاريه دي عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن ميه وزائبات، والزائبات دي بتكون املاح او سكريات، وهي بتبقى المسؤوله عن امتصاص الميه، وهتشوف كده بعد كده. طيب في ايه تاني موجود في الخليه اللي انا المفروض اكون عارفه؟ حاجه اسمها النواه. تاني حاجه اسمها ايه؟ النواه. حلو. الخليه دي ممكن يبقى على سطحها ماده فبنقول عليها مغلظ، وممكن تبقى كده بس فبنقول عليها غير مغلظ. يبقى تاني هي ممكن تكون ايه؟ مغلظه. طيب البارنشيمي ده ليه اشكال؟ ليه اشكال. طب الاشكال بتاعته ايه؟ انا عندي اهم شكل اللي في البشره شكله برميلي. يعني ايه برميلي؟ يبقى شكله عامل كده، بص واخد شكل البرميل بس وهو نايم. بيبقى على سطحه ماده اسمها ماده الكيوتين. ادي اول حاجه في التغليظ، الكيوتين. طب ايه هي ماده الكيوتين؟ ماده شمعيه. هو الشمع لو حطيت عليه ميه، يعني لو جبت طبقه شمع كده كبيره وحطيت عليها ميه هتعديها ولا غير منفذه ليها؟ لا غير منفذه. يبقى طبقه الكيوتين طبقه غير منفذه للماء. طب ربنا خلقها ليه في النبات؟ للحفاظ على الماء، عشان النبات ما يجيلوش جفاف. ربنا خلقها بيبقى موجوده فين بقى؟ موجوده في البشره بتاعت مين؟ كل اجزاء النبات. هل فيها كيوتين؟ طبعا لا. بشره المجموع الخضري. يعني ايه بشره المجموع الخضري؟ يعني السيقان، الاوراق، الزهور، الثمار، البذور، الا حاجه واحده بس، ما عدا الجذور. وهتعرف بقى في سنه ثالثه والنباتات المائيه، زي النبات اللي بيعيش جوه الميه تحت خالص زي نبات الإيلوديا. دي نباتات ما فيهاش اساسا الكيوتين. هتقول لي ليه؟ هو انا مش عايز احافظ على الميه؟ يا راجل انت عايز تحافظ على الميه في نبات مغمور في الميه. طب وليه يا دكتور ما احطوش بقى في الجذور؟ بلاش غباوه. ما انت لو في الجذور حاجه غير منفذه للماء، الجذر يمتص لك ازاي الماء؟ فاهم الفكره؟ يعني لازم يكون في المكان اللي هو هيمتص، اللي احنا هنسميه دلوقتي الشعيرات الجذريه. عارف الشعيرات الجذريه دي بتبقى عامله ازاي؟ اهي طبقه عاديه خالص زيها زي اللي فوق، بس الفرق بقى تيجي واحده كده تروح ممتده كبيره، وهي دي اللي تمتص الماء. تخيل لو احنا حطينا كيوتين هنا، تخيل بقى، هل الميه هتعرف تخش من هنا؟ لا. ليه؟ عشان الطبقه دي هيكون غير منفذه للماء، والنبات في الحاله دي هيموت. يبقى دي عرفت الشعيره الجذريه استثنى من تغليظ الكيوتين عشان ده المكان اللي هيدخل ميه للنبات. حلو قوي. مين بقى البارنشيمي الغير مغلظ؟ اسمه بارنشيمي. اسمه يعني مش بنغير في اسمه زي البشره مثلا، لا اسمه بارنشيمي. يبقى شكله عامل ازاي؟ كور. طب هي الكور دي اللي هي ايه؟ اللي هي دي عادي. دي مغلظه بحاجه؟ لا، دي خلايا حيه ودي خلايا حيه، بس دي خلايا حيه مضاف اليها ماده. هتعرف في سنه ثالثه انها دعامه فسيولوجيه بالاضافه الى الدعامه التركيبيه، لكن دي دعامه فسيولوجيه فقط. يعني بقى دعامه الفسيولوجيه؟ لا دي في محاضره سنه ثالثه، انا بس ده دلوقتي في محاضره اولى وثانيه. ماشي. كولانشيمي فرقه ايه عن البارنشيمي؟ كور زيه عادي خالص. الله، يبقى اكيد دي مغلظه. يا سلام، بالظبط مغلظه بماده السليلوز. بس بص انا بحط ماده السليلوز فين؟ برافو عليك، في المسافات البينيه. يبقى الكولانشيمي هو عباره عن بارنشيمي بس حصل له تغلظ بماده ايه؟ السليلوز.
دكتور هو ده السليلوز اللي في الجدار الخلوي؟ ده غير ده. كده كده الخلايا دي جدارها الخلوي من السليلوز، احنا حطينا بقى سليلوز زياده. تخيل عندك باب حديد وحطينا له من بره كتل حديد، هو ده. احنا عندنا سليلوز وحطينا له من بره سليلوز. طب السليلوز ده هدفه ايه؟ السليلوز ماده منفذه للماء، عكس دي. يعني السليلوز اصلا ماده ايه؟ منفذه. طب الكولانشيمي ده لازمته ايه؟ النسيج الكولانشيمي او الخلايا الكولانشيميه طالما هي زيها زي اللي فاتت وتحط لها سليلوز بس، هدفها اكساب القوه والمرونه، بتديني سيكه صلابه، تخلي ساق البقدونس ماسك نفسه بس بياخد ودي في نفس الوقت، تخلي ساق الجرجير قائم بس في نفس الوقت مرن، بالاضافه لحاجه تانية اسمها الياف البريسايكل، هما اللي بيلعبوا الدور في الدعامه في الحته دي. ماشي، خش بقى على السكلرانشيمي. بص بقى الفرق، هتلاقي نفسك بترسم بارانشيمي عادي خالص، وبص كمان المفاجاه، وهتحط السليلوز برضو في مكانه. انا لغايه دلوقتي راسم سكلرانشيمي ولا راسم كولانشيمي؟ لا كولانشيمي، بس هتحط حاجه تانية. بس خد بالك انت هتحطها فين. انت حطيت ايدك جوه الخليه، برافو عليك. يعني ده ترسيب داخلي ولا خارجي؟ لا ده داخلي. كل اللي فات انا كنت شغال على السطح، لكن ده انا مديت ايدي جوه. مين الماده دي؟ الماده السوداء اللي انا عملتها ديت اسمها الليجنين. يا دكتور طب والماده اللي باللون الاحمر دي ماده ايه؟ هي سليلوز. اذا النسيج الاسكلرانشيمي هو عباره عن بارانشيمي عادي خالص، بس اتغلظ بكام ماده؟ مادتين، واحده من بره واحده من جوه. اللي من بره اسمها ايه؟ سليلوز. طب واللي من جوه اسمه ايه؟ ليجنين. ده نسيج حي ولا نسيج ميت؟ ده حي وده حي وده حي، لكن ده ميت. الله، نسيج غير حي. طب ايه اللي خلاه ميت؟ غياب البروتوبلازم. المحتويات بتاعت الخلية اللي جوه هنا مش هتلاقيها هنا. طب ليه مش موجودة؟ مادة الليجنين مادة غير منفذة للماء، لما ترسبت من جوه قطعت المية خالص. يعني انت حطيت مية حاجة كده تقطع مية خالص. هل بقى الفجوة العصارية والنواة واللي جوه دول هيخش لهم مية؟ لا. ليه؟ الليجنين واقف لهم. ففي الحالة دي يحصل ايه للنسيج ده؟ يموت. طب ولما يموت يبقى لازمته ايه؟ هو ربنا خالق حاجة ميتة في قلب الكائن الحي كده بلا سبب؟ لا اكيد ليها سبب. دي بقى هدفها ايه؟ قوة وصلابة. احنا بنسميها الالياف والخلايا الحجرية حتى. طب يا دكتور احنا فين شفنا الالياف والخلايا الحجرية؟ في التفاح، في الكمثرى من جوه مش على السطح، السطح كيوتين. شفناها في الكتان، شفناها في البندق من بره، شفناها في الفستق القشره اللي بتفكها بايدك، شفتها في اللب، شفتها مثلا في اي حاجه انت شفتها مثلا في القصب. الحاجات دي كانت مليانه قوه وصلابه ولا قوه ومرونه؟ لا دي قوه وصلابه، دي ناشفه جدا. تمام، يبقى ده السكلرانشيم. الفليني، فين الفليني ده؟ في جذع الشجره. يعني ايه يا دكتور جذع الشجره؟ يعني في الالف. ايه الالف؟ لا خلينا اقولها لك باللغه العاميه، الجلف اللي هو قاف لام ف. يطلع ايه دوت؟ ده عباره عن الحاجه اللي بتبقى موجوده تحت الشجره، اللي هي الجزء البني اللي انت وانت ماشي كده تلاقي ممكن تتسند عليه في مثلا في الجنينه ولا حاجه. ده بيكون مغلظ بقى بماده ايه؟ ده بيكون مغلظ بماده اسمها ماده السيوبرين. ماده السيوبرين هي كمان غير منفذه. يبقى انت كده شفت الاربع مواد اللي عدوا عليك في سنه تانية. الكيوتين غير منفذ، والليجنين غير منفذ، والسيوبرين برضو غير منفذ. مين الوحيد اللي منفذ فيهم؟ السليلوز. طب ده لازمته ايه؟ زيه زي الكيوتين، منع فقد الماء. طب طالما الوظيفة واحدة، ايه اللي اختلف فيهم؟ اللي اختلف فيهم حاجة اللي هي المكان. ده كان في البشرة لكن ده في الفلين. ده غير ده. تمام. طب يا دكتور عندي سؤال تاني، هو انا بعد ده كله ايه علاقة بقى الحوار ده بالخشب واللحاء؟ انت قلت على جنب كده نبقى كاتبينهم. الخشب واللحاء دول احنا بنسميهم الجهاز الوعائي.
بيساوي عندنا احنا الشرايين والاورده. احنا دول الشرايين والاورده هي بتنقل لنا الدم، والدم هو اللي بيمشي لنا المواد في جميع اجزاء الجسم. هم كمان الخشب واللحاء دول اللي بينقلوا الميه والاملاح والذائبات والجلوكوز في جميع اجزاء النبات. بنسميهم احنا الجهاز الايه؟ الوعائي. طيب مين فيهم مغلظ وبايه؟ الخشب بيتكون معاك من حاجتين، اعرف بس اساميهم: اوعيه وقصيبات الخشب، بارنشيما الخشب. بارنشيما الخشب مش محتاجه شرح، هي دي. طب اوعيه وقصيبات الخشب خليه ميته مغلظ فيها ماده الليجنين. والسليلوز لا، دي تبقى سكليرانشين، لا ليجنين بس. حيه ولا ميته؟ ميته. ادي الخشب. طب اللحاء اللي بينقل بقى الذائبات، اذا كان الخشب اللي هو اوعيه وقصيبات ده بينقل الميه، اللحاء بيتكون من حاجتين: حاجه اسمها خلايا مرافقه حيه ومش مغلظه بحاجه، وحاجه اسمها انابيب غرباليه ما فيهاش نواه، ما بتقدرش تقوم بالوظيفه نفسها الا بمساعده الخلايا المرافقه. الاثنين اللي يهمني بقى الجزء اللي جاي ده مش مغلظين بحاجه. تمام كده؟ تمام كده. ايه تاني معايا في اجزاء النبات مهم كان معانا في سنه اولى وثانيه؟ المهم اللي معايا الخواص. خواص الامتصاص. انت بقى بتتكلم على امتصاص ميه ولا امتصاص مواد واملاح وذائبات؟ هنا في خواص وهنا في خواص. خواص بتاعه الميه اتنين: واحده اسمها التشرب، واحده اسمها الاسموزيه. طب والمواد؟ حاجه اسمها الانتشار وحاجه اسمها نقل نشط. ايه اللي مهم جدا 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 في الاربعه دول؟ الاسموزيه دي مبنيه عليها الدرس الاول. طب واحده واحده. يعني ايه تشرب؟ امتصاص جدران الخلايا الماء. انت قلت الخلايا ولا جدران الخلايا؟ جدران الخلايا. طب ارجع لي كده في الخليه واحده واحده. ادي الخليه اهي، شايف الجدار اللي من بره ده؟ احنا قلنا بيتكون من ماده السليلوز. لما يعدي عليه ميه عارف بينفخ زي البلي. عارف البلي اللي تحطه في الميه ينفش؟ هو ده. تلاقي الجدار ده بقى بص حصل له ايه؟ انتفخ، والحته دي كمان انتفخت، والحته دي كمان انتفخت هي كمان، وهي دي كمان. طب هل الميه دخلت جوه؟ لا. طب هي عملت كده ليه؟ لانها محبه للماء. جزيئات زي السليلوز والبكتين، ماده تانية كان اسمها، كانت في سنه تانية اسمها البكتين، محبه للماء، غرويه محبه للماء، تموت في الميه. دي خليها على جنب. ليه؟ هيقول لك ان دي ليها خاصيه ثانويه في درس الدعامه الفسيولوجيه. طيب عدي لي على الاسموزيه، استنى عليها شويه. هات الانتشار. الانتشار ده انتقال ميه ولا ماده؟ ماده. من فين؟ من المكان الاعلى تركيز للمكان الاقل تركيز. اديني مثال. حضرتك واقف في الاوضه بترش برفان، اللي في الصاله شم الريحه. طب ازاي؟ جزيئات البرفان انتشرت من الوسط اللي هي فيه، اللي هو العالي التركيز اللي هو الاوضه بتاعتك، للاقل تركيز اللي هو الصاله. هل انت بذلت مجهود عشان تطلع الريحه بره ولا هي طلعت لوحديها؟ لا طلعت لوحديها. يبقى نتيجه الحركه الذاتيه. اديني مثال تاني. بتعمل كوبايه شاي، حطيت الشاي، حطيت السكر، واستنيت لما الميه تغلي، واول لما حطيت الميه لونها ايه؟ شفاف. لقيت ان لونها كله بقى نبيتي. ليه؟ انتشر حبيبات من حبيبات الشاي اللون بتاعها. هل انت بذلت مجهود بعد كده عشان اللون ده ينتشر ولا هو انتشر لوحده؟ لا هو انتشر لوحده. يبقى طلع من المكان الاعلى تركيز اللي هو الحبيبه الى الاقل تركيز اللي هو الميه. طب ايه علاقه ده بالنبات؟ النبات اتحط في تربه مليانه كالسيوم. عارف الكالسيوم يعمل ايه؟ هيخش من التربه اللي هي الاعلى تركيز الى النبات اللي هو الاقل تركيز. طب ومين اللي هيحط له الكالسيوم؟ انا المزارع. انا عايز ادي النبات احماض امينيه اللي هو يعمل منها بروتين. اروح حطيت في النبات كده شويه احماض امينيه في التربه كده، ورحت حطيت البذره، والنبات بيزرع، لقيت الاحماض الامينيه دخلت جوه. طب دخلت جوه ازاي؟ بالانتشار. عكسه النقل النشط. انت هنا بقى بتنقل من الاقل تركيز لفين؟ للاعلى تركيز. الله،
يعني انت هنا كنت بتقول الكبير يدي الصغير، هنا هي مين اللي يدي مين؟ الصغير يدي الكبير. طب وهو ده عدل؟ الصغير يدي الكبير؟ طب هيديها له ازاي؟ باستخدام الطاقة. يطلع ايه الطاقة؟ ATP. يبقى هنا في بذل طاقة. ازاي؟ اديني مثال. واحد معاه 1000 جنيه والتاني معاه 10 جنيه. عشان يوصلوا للاتزان المفروض ال1000 يدي ال10، وبحيث يوصل للاتنين في الاخر ده 505 وده 505. صح. تخيل بقى ان ال1000 هيكتف الواحد اللي معاه 10 جنيه ويضربه وياخد منه ال10 جنيه. ياه، ده انت جبار. بس خد بالك، هو خدها بسهولة ولا خدها بمعاناة؟ لا بمعاناة. ده كتفه وضربه، يبقى بذل طاقة. هو ده اللي النبات بيعمله اوقات عشان ياخد عنصر. اديني مثال. انا مليان صوديوم واتحطيت في تربة فيها 100 جزيء بس صوديوم، جزيئات الصوديوم NaCl مثلا او NaCO3 ايا كان، وهموت انا على الصوديوم. انا عايز صوديوم تاني. طبقا لظاهرة الانتشار المفروض النبات هو اللي هيدي التربة دلوقتي. يعمل ايه بقى النبات؟ يبذل طاقة ويسحب الصوديوم بالإجبار. هل سحبه بالعادي؟ لا، سحبه بايه؟ بطاقة. فبنسمي السحب اللي بيبقى فيه استهلاك طاقة نقل نشط. خد بالك انا كل الكلام ده مين؟ على المواد. ركز لي بقى في اللي جاي. الأسموزية انتقال المية ولا مادة؟ مية، بس زي الانتشار شوية. من المكان اللي ميته كتيرة الى المكان اللي ميته قليلة. يعني المكان اللي فيه تركيز المية عالي يدي المكان اللي فيه تركيز المية واطي. طب ازاي؟ قال لك عبر غشاء شبه منفذ. استنى، انا سمعته. يا ترى الجدار ولا الغشاء قبل ما اكبر؟ الغشاء اهو. الغشاء الخلوي كنا بنقول عليه شبه منفذ. ده هيفيدنا في امتصاص الميه بالخاصيه الاسموزيه. طب يا دكتور ارجع لي بقى هنا. الميه تخش ازاي؟ تخيل ان مثلا التربه الراجل رواها بالميه فبقى نسبه الميه اللي فيها 90%، النبات 75%. يبقى كده الزائبات 10 وهنا الزائبات 25. خد بالك عشان تكملهم لل100%. تلاقي ان الميه تروح من 90 ل75 الى ان يصلوا الى حاله اسمها حاله الايه؟ الاتزان. ميتك وزائباتك يا تربه قد ميتك وزائباتك يا نبات. الاتنين مش هيدوا بعض حاجه، الاتنين قد بعض. وضحت لك؟ طب يا دكتور هي دي ممكن اشوفها ازاي؟ يقول لك نبات وضع فيه محلول مخفف ميته كتيره، يحصل له ايه؟ هينتفخ ولا ينفجر ولا ينكمش ولا لا يتأثر؟ المفروض ينتفخ. طيب نبات وضع فيه ماء محلول مركز، ايه بقى يعني مركز؟ ميته كتيره ولا ميته قليله؟ ميته قليله وزائباته هي اللي كتيره. طب لما تبقى زائباته كتيره وميته قليله ياخد من النبات. احنا بنعمل كده امتى؟ هات الحاجات اللي انت بتاكلها في رمضان زي الزبيب، زي مثلا القراصية، زي الخشاف، حطها في ميه تلاقيها نفشت دخلتها الميه بالاسموزيه. هات بطاطس قطعها سلايس وحطها في طبق مليان خل وملح، هنعمل شيبسي. ايوه هي دي. فتلاقي اللي حصل البطاطس لما تيجي تقليها مقرمشه. ليه؟ طلعت الميه منها بالخاصيه الاسموزيه. نسال بقى سؤال، ليه لما اتحطت في المحلول المخفف او الماء المقطر اللي هو ميه 100% ما فيهاش ذئبات خالص، ليه ما انفجرتش؟ مين منع انفجارها؟ النبات عنده حاجه مش عند الخلايا الحيوانيه اللي هي بتاعتنا، عنده الجدار الخلوي. الجدار الخلوي ده لما الميه تفضل تدخل الخليه تنتفخ، بس توصل لحد تلاقي الجدار واقف لها كده يقول لها كفايه. هل احنا خلايانا الحيوانيه هل عندنا جدار خلوي؟ لا. انت الخليه بتاعتك بتبقى عباره عن كده، غشاء بلازما والعناخر. طب لما تحط انت خليه كرات دم حمراء مثلا، حطها في محلول مخفف او ماء مقطر، يحصل ايه للخليه؟ تنفجر. ليه؟ لعدم وجود الجدار الخلوي. لكن النبات عنده ميزه ان الجدار الخلوي موجود، منع الانفجار. الاسموزيه دي يطلع منها اسئله كتيره، تطلع منها اسئله التغير في الكتله، تطلع منها اسئله رسومات بيانيه، تطلع منها اسئله مثلا على المحلول المخفف المركز، تطلع منها اسئله على التركيزات.
وده بتشوفه في تطبيقات اكتر في سنه ثالثه. يبقى انت كده عرفت كل ما يخص اجزاء النبات من ناحيه الدعامه. تعال نشوف ايه اللي بيخص الاجزاء بتاعه الدعامه بس بتاعه الانسان، وهتلاقيها صغيره جدا. بص الاجزاء بقى بتاعه ما يخص الدعامه في الانسان مش فيهاش كتير، يعني لو قعدت تدور كده في منهج سنه اولى وسنه ثالثه مش هتلاقي غير معلومتين. انت عظامك صلبه ولا مرنه؟ ايه السؤال ده؟ صلبه. ليه؟ خلقته. لا، واحده واحده. وانت صغير كانوا يقولوا لك العظم بتاع الواد ده ميه، ما تضغطش عليه، ما تبوسوش جامد لا يتفعص. ايوه هو الاساطير بتاعت ماما دي. انت مع الوقت حصل ايه للعظام؟ بقت صلبه. ليه؟ نتيجه ترسيب عنصرين. هو ده اللي انا عايزك تقوله. ترسيب مين اللي ادى كثافه وصلابه للعظام؟ هم دول اللي انا عايزك تبقى عارفهم. الفوسفور والكالسيوم. اكتر مصدر كان للفوسفور والكالسيوم معاك هو اللبن، هو المأكولات البحريه، هو البيض والسمك والحاجات اللي انت عمال تقول مش هاكلها دي، هي دي. ونقصها بيجيب لك الهشاشه. دي اول واحده. تاني واحده، في حاجه عندك اسمها غضاريف. طب اديني مثال ليها عشان انا ما اعرفهاش. مناخيرك، ودانك، شعبك الهوائيه، اللي في كل مفصل معاك هتشوفه في سنه ثالثه هتلاقي فيه هنا غضروف، هنا غضروف، في ركبتك. الغضروف ده ما بيوصلوش دم. يا نهار ابيض، امال بيتغذى ازاي؟ ما اي جزء بيوصل له دم يبقى بيتغذى من الدم. طب بيتغذى ازاي؟ الغضاريف دي بتتغذى من العظام بالانتشار. استنى بقى، انت راجل لسه واخد يعني انتشار من ما فيش حاجه بسيطه. الانتشار هو ان انت هتودي الماده من المكان العالي التركيز للمكان قليل التركيز. افرض ان احنا بنتكلم على جلوكوز، العظام معاها جلوكوز، الغضاريف ما معاهاش، مين يدي التاني؟ العظام يدي الغضاريف بظاهره اسمها ظاهره الايه؟ الانتشار. ده كل اللي كان عليك في سنه اولى وسنه ثانيه له علاقه بالدعامه في الانسان، وحاجه بسيطه جدا. خش لي بقى على ما يخص الحركه. ما يخص الحركه، انت عندك جزء الحركه ده ايه علاقته كان بسنه اولى وسنه ثانيه؟ الحركه كانت متقسمه معاك لحركه النبات وحركه الانسان. حركه النبات انت خدت في سنه ثانيه حاجات اسمها حركه اللمس، حركه النوم واليقظه، وحركه الانتحاء. ده هتشوفه تاني في سنه ثالثه. طب انا ما شفتوش اصلا في سنه ثانيه، ما كنتش باخد درس يعني. ايه يعني حركه اللمس؟ نبات اول ما تلمسه تتدلى وريقات كما لو كانت ماتت، كما لو كان اصابها الذبول. نبات المستحيه اشهر نبات يعمل الحركه دي. وعلى فكره هتشوف الكلام ده تاني في سنه ثانيه. يبقى اللمس موجود معاك في المستحيه، نبات يتلمس تتدلى الوريقات. طيب النوم واليقظه نفس الحوار، بس الفرق بقى مش لمس. الفرق بقى ايه؟ اولا ان النوم واليقظه ده موجود في المستحيه زائد البقوليات. زي ايه البقوليات ديت؟ الفول والعدس والحمص والترمس والفاصوليا، هم دول. ايه بقى اللي بيحصل؟ النبات يطلع على الشمس يحصل له يقظه، تتفتح الوريقات وتتباعد. طب الشمس تمشي ويحل الغروب، تنكمش الوريقات وتتقارب. هو ده اللي بيحصل. يبقى النوم واليقظة واللمس دول عدوا عليك في سنة تانية، وكان الهدف بتاعهم هو التأقلم مع الظروف اللي من بره. مين لمسني؟ الحشرة ولا قطرة مطر ولا إنسان؟ عارف لو حشرة وجت وقفت على المستحية تتزحلق. ليه؟ ما انت تخيل، فكر كحشرة، انت رايح تقف على المستحية، راحت المستحية تدلت، الحشرة هتلاقي نفسها ايه؟ وقف على الهواء، هتروح تمشي طبعا. انت لو واحد دلوقتي جيت تلمسه راح عمل لك كده هتتخض. الحشرة نفس الكلام. يعني المستحية ممكن يكون بيستخدم النوع ده للتكيف مع المكان اللي هو فيه. انا مش ضمان الحشرة دي جايه تقرصني ولا جايه تقف عليا ولا جايه تشم رحيقي ولا جايه تعمل ايه بالظبط. فكر كحشرة هتلاقي نفسك ان انت والله مستحية حلوة هي كده. طب الانتحاء يعني ايه بقى انتحاء؟ وركز لي. الانتحاء ده يعني انحناء جزء من النبات تجاه او بعيدا
عن مؤثر. مين المؤثر اللي هيخلي النبات يا يروح له يا اما المؤثر النبات يبعد عنه؟ 3 مؤثرات: ضوء، رطوبة يعني مية، جاذبية أرضية. واحدة واحدة. الضوء، تخيل لو الشمس جايه لك من هنا، تلاقي ان الساق راحت ناحيه الضوء، الجذر تبعد بعيد عن الضوء. انا حاولت اعملها لك بس مش عارف رجلي طالعه في الفيديو ولا لا. تلاقي ان انا يحصل الوضع ده، الساق تروح ناحيه الضوء والجذر يبعد بعيد. طب وايه اللي يحصل نتيجه لكده؟ انت هتقولها لي اول لو انت كنت اما تاخد درس في سنه تانية. تلاقي ان احنا بنقول على الساق منتحي ضوئي موجب لانه راح ناحيه الضوء. تلاقي ان احنا بنقول على الجذر منتحي ضوئي سالب لانه مشي بعيد عن الضوء. بس ليه؟ اقول لك من باب العلم بالشيء يا عم. اختلاف النسبه بتاعت النمو. انا الضوء جاي لي من الناحيه دي مثلا، تلاقي ان في حاجه جوه النبات اسمها الاوكسينات تبعد بعيد عن الضوء، تيجي في الناحيه البعيده عن الضوء. الاوكسينات دي تخلي الجانب ده ينمو اكتر من الجانب ده. نتيجه النمو تلاقي الحته دي وقفت والحته دي نميت بسرعه. شايف ايدي انا بتروح فين في الاخر؟ بتلف. يبقى السبب في حوار الانتحاء يعني اتكلم عليه 2 علماء كانوا معاك في سنه تانية وقالوا ان السبب هو اختلاف نمو الجانب المواجه والغير مواجه للضوء، وهو ده اللي خلى ان يحصل فيه انتحاء. طب والجذر يا دكتور؟ الجذر نفس الكلام، الاوكسينات كتيره تحت برضه على الناحيه البعيده من الضوء، بس الفرق ايه؟ ان الاوكسينات عملت في الجذر اثر عكسي، كتره وحش بالبلدي كده. فالناحيه اللي فيها اوكسينات كتيره دي توقفت عن النمو او كانت بتنمو بشكل بسيط جدا. طب والناحيه ديت اللي فيها اوكسينات قليله بقت بتلف كده. شفتي ده انا بتروح فين؟ بعيد عن الضوء. وهو ده اللي حصل. وانا في سنه ثالثه مش مجبر ان انا افسر لك ليه الانتحاء بيحصل، انت في سنه ثانيه كنت بتعمل كده. طب الرطوبه مين اللي اصلا اللي بيمتص الميه؟ الجذر ولا الساق؟ الساق. غلط، الجذر، الشعيرات الجذريه. ركز. يبقى الساق لا يتاثر. طب والجذر؟ الجذر يروح ناحيه الميه، يمد رجليه كده ناحيه الميه. شعرة الجذر تلاقي نفسها طولت روحها كده شويه. طب معنى انها طولت روحها يبقى ده بيحب الميه؟ يبقى ده ضوئي مائي موجب ولا مائي سالب؟ لا ده مائي موجب، يبقى ده موجب. الجاذبيه الارضيه هي الساق تنمو الاعلى ولا الاسفل؟ الجذر ينمو الاعلى ولا الاسفل؟ قول انت. والله يا دكتور الجذر بينمو الاسفل، يعني رايح ناحيه الجاذبيه. برافو عليك، ناحيه الجاذبيه. يبقى الجذر موجب ارضي. يعني ايه ارضي؟ يعني الجاذبيه ارضيه. طب والساق؟ يمشي عكسها، يبقى سالب. وهو ده اللي انا عايزه بالنسبه للحركه. طب بقى بالنسبه لحركه الانسان، انا معايا في حركه الانسان حاجتين خدتهم في سنه تانية، واحده الترم الاول والتانية الترم التاني، هما اللي هستخدمهم في حركه سنه تالتة. ايه هما؟ اول حاجه التنفس الهوائي واللا هوائي. لا مش فاكر، افكرك يا سيدي. اي جزيء جلوكوز مصيره في النهايه الحرق، يا اما التخزين طبعا. اي جزيء جلوكوز مصيره في النهايه انه هيروح يتحرق، يا اما يتخزن على هيئه جلايكوجين. سيبك من نقطه التخزين، خليك معايا في نقطه الحرق دي. هيحصل له اكسده. يعني ايه اكسده؟ يعني يحصل له تاكسد يا اما بالاكسجين يا اما فقد الالكترونات. طب التاكسد اللي بالاكسجين وفقد الالكترونات اللي هيحصل ده ممكن يتم في وجود الاكسجين فبنسميه تنفس هوائي، ممكن يتم في غياب الاكسجين فبنسميه تنفس لا هوائي. خلينا في الانسان بقى. التنفس الهوائي ده زي ان جزيء الجلوكوز يدخل مع الO2 يلف في حاجه قرفتك في سنه تانية اسمها دوره كريبس،
وانشطار الجلوكوز وسلسلة نقل الإلكترون وصولا في النهاية إلى حاجة اسمها 38 ATP زائد CO2. أنا هم دول اللي عايزه. 38 جزيء أدينوزين ثلاثي الفوسفات، دول هنستخدمهم في الحركة، تستخدمهم في الانقباض والانبساط. عندك جلوكوز وتنفس هوائي، يبقى تنقبض وتنبسط بسهولة. طب ما عندكش جلوكوز وتنفس هوائي، يبقى تنقبض وتنبسط بمرار أسود، وهتبقى تعبان جدا، تعبان. ايه اللي بيحصل في حالة ان الاكسجين قليل؟ انت طالع سلم بتجري، ايه اللي بيحصل؟ الاكسجين اللي حضرتك بتدخله لنا مش ملاحق على حرق الجلوكوز وانتاج الاي تي بي. عامل ايه؟ ما انت عايز اي تي بي كتير عشان انت بتجري، وعشان انت طالع السلم كتير، وعشان انت مش واخد اصلا على كده، انت قاعد مفخد في البيت. طب وايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل ان انت دلوقتي خليتك عايزه اي تي بي بس ما عندهاش اكسجين كفايه. الخليه بقى تعمل ايه؟ تعمل تاكسد لا هوائي، تدخل الجلوكوز المره دي بقى فين؟ في غياب الاكسجين، تدخله عمليه التنفس اللاهوائي في وجود انزيمات غير الاولانيه اسمها انزيمات التنفس، هتعرفها في كليه صيدله ربنا يديك العمر. الجلوكوز ده بقى يخش يحصل له ايه؟ تأكسد لا هوائي، يطلع منه 2 اي تي بي زائد حمض اللاكتيك. تاني، زائد حمض ايه؟ اللاكتيك. دكتور انا كنت 38 بقيت كام؟ بقيت 2. طلع لي النسبة كده كام لكام؟ يعني هنا 38 وهنا 2، يعني اللي كان بيطلع هنا يبقى 19 إلى 1. يعني اللي بيطلع من الهوائي 19 ضعف اللي بيطلع من اللاهوائي. يا نهار اسود. طب انا علشان اجيب نفس الكمية محتاج تستهلك جلوكوز اكتر، فهتلجأ للجلايكوجين المتخزن في عضلاتك، وكل ده هتحسه بعد ما تخلص بقى بتعب. عارف ايه اللي جايب لك التعب واللزوجة اللي في العضلة وانك مش قادر ترفع دراعك بعد اول يوم ولا تاني يوم جيم؟ حمض اللاكتيك. حمض اللاكتيك ده اللي هو اساسا بيبقى موجود اساسا في الزبادي، موجود في الرايب. قوام الزبادي وقوام الرايب زي اللبن ولا صلب شويه؟ لا صلب شويه. عضلتك بتبقى كده، موجود فيها حاجه متقلاها، تيجي ترفع دراعك تلبس التيشيرت حتى مش عارف، عضلاتك وجعاك، خصوصا بتبقى العضلات اللي انت ما حركتهاش من فتره. عملت حمض اللاكتيك. عارف اول ما ترتاح يومين 3 كده تحط تهلك، تتنفس كويس، حمض اللاكتيك ده يرجع لحاجه اسمها حمض البيروفيك ويخش التنفس الهوائي، وكيبقى انت كده خفيت. انا هستفاد ايه بقى من الحوار ده كله في سنه 3؟ ده ما يجيبلكش شد عضلي، ده يجيب لك اجهاد وشد عضلي ممكن. بنحصل. طب يعني ايه اجهاد ويعني ايه شد؟ في محاضرات 3 بقى. انا بس اللي عايزك تفتكره الفرق ما بين التنفس الهوائي واللا هوائي. تمام. في حاجة تانية يا دكتور انت قلت ان احنا عايزينها من منهج سنة تانية في الحركة. ايوه، ايه هي الحاجة دي؟ الحاجة دي اللي احنا بنسميها السيال العصبي. كان عليك في الترم التاني. يعني ايه سيال عصبي؟ اي خلية علشان تؤدي وظيفتها من الخلايا العصبية او الحركية او مثلا العضلات عشان تنقبض لازم لها امر بالانقباض. طب والامر ده هيوصل عن طريق ايه؟ خلية عصبية. طب شكل الخلايا العصبية كان بيبقى عامل ازاي؟ اهي جسم الخلية، وبيبقى هنا في حاجة اسمها زوائد شجيرية، وبعد كده المحور ده بيبقى طالع منه في الاخر النهايات العصبية، وهنا في غلاف مليني بتعمله خلايا اسمها خلايا شوان وعقد رانفييه. انا مش مطالب بده كله، انا كل اللي عايزك تعرفه ان اخرة دي هتروح في حتة من 3، يا اما هتتصل بخلية عصبية فيبقى انتقال سيال عصبي من خلية عصبية لخلية عصبية عشان تنقل امر، يا اما هتوديها لخلية غدية علشان تفرز حاجة زي مثلا الخلية بتاعة الادرينالين.
اللي بتفرز لك الادرينالين عند الطوارئ، بيوصل لها الامر في خليه عصبيه، لا الخليه العصبيه راحت للغده، الغده تطلع الادرينالين على طول. طب ايه تاني؟ ممكن تبقى خليه عضليه، وفي الحاله دي تبقى هدفها ايه؟ الانقباض. شيل ايدك، الميه سخنه، اتحرك، العربيه جايه في وشك، او بلاش بتذاكر فانت بتكتب. طب كتابتك دي في حد ذاتها ايه؟ حركه دراع. طب والحركه دي منين بقى اللي قال الدراع اتحرك؟ مخك عن طريق خلايا عصبيه. طب لما تشوف شكل الخلايا متصله ازاي، تلاقي ان الحته دي احنا بنسميها النهايات العصبيه. حلو. طيب والخلايا العضليه بقى سطحها بيبقى كده، يعني تخيل ان هي كبيره كده وادي السطح بتاعها. حلو. ايه اللي موجود هنا؟ لما بيوصل الامر بالحركه في الحته دي في حاجه اسمها مضخه كالسيوم. بالعقل كده اكيد هتدخل ايه؟ كالسيوم. الكالسيوم يدخل جوه، يلاقي ان في الحته دي في وشه بالظبط كده اكياس. تاني هيلاقي ايه؟ اكياس. اسم الاكياس دي ايه؟ حويصلات كيميائيه داخلها ماده الاسيتايل كولين. لا تاني اسمها ماده ايه؟ اسيتايل كولين. ماشي. وبعدين ماده الاسيتايل كولين دي اهي جوه، اهي جوه الاكياس الخضراء اللي انا راسمها لك ده، الله اعلم باينه بقى ولا مش باينه، ان شاء الله تكون باينه يعني. عارف ايونات الكالسيوم هتدخل جوه، دخلت محمد رمضان على عيله حماده فتح الله كده، تروح مفجراها، تفجرها، تعمل احتكاكات في الغشاء ده والغشاء ده، وتروح مطلعه الاسيتايل كولين. طلع الاسيتايل كولين. طب استنى، الاسيتايل كولين ده بقى مش هنا كتير وهنا قليل؟ هيطلع بالانتشار. يروح الاسيتايل كولين ده طالع بره، مين اللي طلعه؟ ايونات الكالسيوم. الحته اللي في النص دي اسمها شق التشابك. شق التشابك او المسافه اللي ما بين الاثنين. ايه اللي هيحصل بقى للخليه اللي تحت دي؟ ركز لي بقى معايا. الخليه اللي تحت دي كانت في حاله الراحه. تلاقي ان هنا قاس العلماء شافوا منظر الغشاء، لقيوا ان هنا بره ترتكز ايونات موجبه. لا تاني، بره بترتكز ايونات ايه؟ موجبه، وجوه بترتكز ايونات سالبه. الله، ليه؟ اكيد الايونات اللي بره غير الايونات اللي جوه. برافو عليك. لقيوا ان بره مرتكز صوديوم كتير وكلور قليل، بروتينات قليله، حتى البوتاسيوم الموجب برضو كان قليل. جوه بقى اعكس، جوه الكلور كان كتير، واحنا عارفين ان اشاره الكلور دي عباره عن اشاره سالبه اهي. كلور كان كتير، والبروتينات اللي اشارتها سالبه برضو كانت كتير. اكتر من مين؟ اكتر من الصوديوم واكتر حتى من البوتاسيوم. وده اللي خلى ان الاشاره اللي بره موجب وجوه سالب. ده فين؟ ده في حاله الراحه، لسه الخليه اساسا ما انقبضتش. تمام؟ طب لما وصل بقى الاسيتايل كولين، ركز، تلاقي ان هنا في مستقبلات زي كرسي كده، بازل، اللي يركز منكم يلاقي ان دي شبه دي. ايه اللي هيحصل بقى على المستقبلات دي؟ الاسيتايل كولين يقعد عليها. طب ولما يقعد عليها ايه الحاله؟ جت حاله ايه؟ انا في حاله الراحه، دلوقتي هتتقلب لحاله اسمها حاله الاثاره. ايه بقى حاله الاثاره؟ مش انت قلت ان الصوديوم كتير بره؟ دخله جوه. ايه ده؟ على طول كده البوابه بتاعت الصوديوم تتفتح، والصوديوم اللي كان كتير بره ده هيدخل جوه، يقلب الاشاره اللي جوه من سالب لايه؟ لموجب، لان الصوديوم زاد. طب مش الصوديوم زاد جوه؟ حصل له ايه بره؟ قل. طب لما يقل بره يبقى الاشاره اللي بره تتقلب من ايه لايه؟ من موجب لسالب. دي حاله اسمها حاله الايه؟ الاثاره. عارف ايه اللي حصل جوه هنا بقى؟ العضله بتنقبض. هو انا هفضل طول عمري انقبض ولا مسيري ارجع للراحه؟ لا، مسيري ارجع للراحه. طب هترجع للراحه ازاي؟ لازم الصوديوم يطلع بره. في الحته دي ربنا خلق لنا انزيم
اسمه كولين استريز. لا مرة تاني، اسمه ايه؟ كولين استريز. الكولين استريز ده هدفه ايه؟ يكسر الاسيتايل كولين، كسره خالص. طب لما يكسر الاسيتايل كولين ايه اللي يحصل؟ الصوديوم اللي دخل جوه ده هيروح فين؟ يرجع اصله، يرجع بره. طب لما يرجع اصله ويرجع بره، بره يرجع تاني يبقى ايه؟ موجب، وجوه يرجع تاني يبقى ايه؟ سالب. وده حالة العودة للراحة. عشان كده انت لما بتنقبض ايه اللي بيحصل؟ الراحة بتقلب إثارة. طب ولما تنبسط ترجع تاني الإثارة تقلب راحة. بتوع الأحياء راحوا ادولهم كلمات، قال لك الراحة مش هنسميها راحة، احنا هنسميها استقطاب. طب والإثارة قال لك مش هنسميها إثارة، هنسميها لا استقطاب. فتلاقي ان اللي حصل ان خليتك في حالة الراحة الاستقطاب راحت للا استقطاب، عملت الانقباض هترجع للاستقطاب تاني. ازاي؟ حركة الصوديوم دخل جوه طلع بره. مين اللي خلاه يدخل جوه؟ الاسيتايل كولين. مين اللي خلاه يطلع بره؟ الكولين ستريس. ده هو اللي احنا كنا عايزينه في الحاجة اللي ليها علاقة بالحركة في النبات والحركة في الإنسان. تعالى لي شوف ما يخص الهرمونات. دلوقتي ما يخص الهرمونات كان عليك قبل كده. ما يخص الهرمونات حتة في النبات، حتة في الجهاز الهضمي بس صدقني زي ما بقول. مين مكتشف الهرمونات النباتية؟ واحد زمان هبداية سنة 1881 اسمه داروين، قال في هرمونات نباتية بس ما قالش مين. إلى أن جه عالم خدته في سنة تانية وهتاخده في سنة تالتة اسمه بويسن جونسون. عمو بويسن جونسون ده بقى عمل إيه؟ ده أول واحد أثبت إن في هرمونات نباتية، واكتشفها أثناء دراسته للانتحاء، وسمى الهرمونات النباتية أوكسينات، وأشهرها حاجة اسمها إندول حمض الخليج. إندول حمض إيه؟ الخليج. قال إن في قمة نبات الشوفان من فوق بتفرز من هنا مادة الأوكسينات، ولما تيجي الشمس لها من ناحية مختلفة مثلا كده تلاقي ان الاكسينات الجانب ده غير اكسينات الجانب ده، فتلاقي ان النمو ده اسرع من النمو ده، والمحصلة النهائية تلاقي ان النبات لف. بس مش عايز فينت، مش عايز الاجار، مش عايز نسبة كام ولا كل الكلام ده. طيب بالنسبة للانسان عايزك تبقى مفرق ايه هو مسار الجهاز الهضمي. المريء، ايوه بعد المريء حاجه اسمها المعده. طيب بعد المعده بدايه الامعاء حاجه اسمها اثنى عشر. بعد الاثنى عشر ركز لي بقى، هي دي المهم. هنا هيتصب على الاثنى عشر عصارات كتيره. انا اللي يهمني العصاره اللي جايه لها من البنكرياس، يعني ماشيه في قناه بنكرياسيه. ركز لي بقى، لما البلعة الغذائية الأكل ينزل من المريء يروح للمعدة، المعدة هتعرف في سنة تالتة إنها بتطلع هرمون ليه علاقة بإفراز المعدة. طب إفراز المعدة ده اللي هو إيه؟ HCl زائد بيبسين الهاضم للبروتين. هو بيبسينوجين وبيتنشط بالHCl إلى بيبسين واللي هيهضم البروتين. طب مين الهرمون اللي هيحفز كده؟ هتعرفه في سنة تالتة اسمه جاسترين. أنا بس مش عايزك غير إن أنت تبقى فاكر دول. أول لما المعدة تمشي البلعة الغذائية للاثنى عشر بقى، إيه اللي هيحصل؟ تلاقي إن البلعة الغذائية دي اتصب عليها العصارة البنكرياسية. طب إيه اللي كان في العصارة البنكرياسية؟ إنزيم تريبسين هاضم للبروتين، انزيم اميليز NaHCO3 بكربونات صوديوم، انزيم اللايبيز اللي هاضم للدهون. انا ولا يهمني ولا انزيم من دول. انا عايزك تبقى واخد بالك من حاجه، ان اول لما الاكل طلع من فين لفين البنكرياس طلع الافراز. اول لما الاكل طلع من المعده راح للاثنى عشر. مين اللي طلع الافراز؟ البنكرياس. طب مشيت في قناه ايه؟ بنكرياسيه. ليه؟ هتعرف ان في هرمون هو اللي قال للبنكرياس يعمل كده، بس انا مش عايز غير دي دلوقتي. طيب بالنسبة للي بعد كده، الهرمونات بتبقى ماشية في ايه؟
في الدم، ما انا عارف ماشي، شريان ولا وريد ولا الاتنين؟ لا، انت في الاول تقول لي الفرق ما بينهم. شريان ده طالع من القلب لجميع اجزاء الجسم، وريد ده جاي من عضو للقلب. الغدة النخامية طلعت هرمون، يبقى هيمشي يروح فين الهرمون ده؟ في الشريان ولا في الوريد؟ فكر، هو ده الغدة النخامية دي القلب؟ لا، يبقى المفروض ان هيصب في الوريد. الوريد ياخد الهرمون يروح بيه على مين؟ يلا بسرعة، القلب. القلب هو اللي يوزع الهرمون لجميع اجزاء الجسم. تاني، المبيض عند الانثى بيطلع استروجين بروجسترون. الاستروجين طلع من المبيض، طب هيطلع في الشريان ولا في الوريد؟ قول انت. في الوريد. يروح فين؟ يروح للوريد دوت، يروح للقلب. القلب يروح ايه؟ موزعه في الشريان. واضحه لك؟ يعني الهرمونات اساسا هتلاقيها بتتصب في الشعيرات الدمويه الوريديه الى ان تصل الى مثلا المكان بتاعها، وبعد كده القلب هو اللي هيوزعها. طب نسال سؤال، هرمون هيروح، سمع كلامي؟ هيروح، مش طالع، هيروح، بكرر مرة تانية، للغدة الدرقية. يدخل الغدة الدرقية من شريان ولا من وريد؟ من شريان. يعني مثلا هرمون التي اس اتش طالع من النخامية عايز يروح الدرقية على طول كده، من النخامية للدرقية؟ لا طبعا ما يحصلش. تلاقي اللي بيحصل النخامية تديها للوريد للقلب، القلب يطلع شريان يديه للنخامية اللي يديه للدرقية. يبقى الهرمون اللي هيروح للعضو رايح له في شريان، اللي طالع من العضو طالع من وريد. فاهم الفرق؟ طب تاني، ايه الفرق ما بين الشريان والوريد؟ شريان طالع من القلب رايح لجميع اجزاء الجسم، الوريد العكس، طالع من جميع اجزاء الجسم رايح للمكان اللي هو فيه القلب. تمام؟ ده الفرق ما بين الاثنين. طيب ايه حاجة تانية خدناها كان ليها علاقة بالجزء بتاع الهرمونات؟ استخلاص البول. حضرتك فاكر استخلاص البول ده كان بيتم ازاي؟ لا انا افكرك، بيتم عن طريق عملية اسمها عملية الترشيح، ثم عملية اسمها عملية اعادة الامتصاص. يعني ترشيح كل ما هو سائل، حلو ووحش، بلازما وكرات دم لا عشان كبيرة، بلازما، فيتامينات، جلوكوز، معادن، يوريا ضارة، فضلات زي الكرياتينين، حاجات وحشة. طب وانا هرمي الحلو مع الوحش ولا ارجع امتصاص الحلو واطرد الوحش؟ ترجع امتصاص الحلو وتطرد الوحش. عملية اسمها عملية اعادة الامتصاص، خاصة اعادة امتصاص الماء. هتعرف بقى في سنة تالتة ان اللي بيعملها هرمون اسمه ADH. اعادة امتصاص الماء دي يعني ايه اللي بيحصل؟ بترجع المية تاني لجسمك. طب واليوريا؟ طب والفضلات النيتروجينية؟ لا دي بتطرد. يبقى اعادة الامتصاص المسؤول عنها هرمون اللي هتاخده في سنة دي، اللي هو هرمون ADH. لكن انت عايزك تبقى فاكر ان انا بعمل ترشيح لكل ما هو سائل، حلو ووحش، بعد كده بترجع الحلو، واهم حاجة حلوة بترجع هي المية. تمام. ايه اهم ما يخص التكاثر؟ تعال نشوفه مع بعض. ما يخص التكاثر معانا يا شباب حتة مشتركة ما بين التكاثر والدي ان ايه هي الحتة دي؟ الانقسام الميوزي والميتوزي، بس مش عايز غيرها. اي خلية في الدنيا منظر الكروموسوم بيبقى شكله عامل كده. لو الخلية أحادية العدد الصبغي يعني نون، تلاقي الكروموسومات منظرها كده. طب لو الكروموسوم 2 نون زينا كده، يعني احنا عندنا 46 كروموسوم، واخد 23 كروموسوم من بابا و23 كروموسوم من ماما، يبقى احنا عندنا كده كام؟ 23 في 2، عشان كده بنقول ايه؟ 2 نون، والنون ده اللي هو 23. تلاقي ان الكلب مثلا مش عارف 48، الكلب ده مثلا الحصان مثلا 64، وهكذا. ال 64 دول واخدهم 32 من هنا و32 من هنا، وال 32 دي هي النون. احنا بقى لو خليتنا 2 نون تلاقي الكروموسوم كده. طيب ده لو كروموسوم واحد، طب كمل لي كده الباقي.
وادي مثلا خليه قفلت. الخليه دي طقت في دماغها انها تتكاثر دلوقتي او تنقسم. الانقسام بيكون حاجه من اتنين، يا اما ميتوزي يا اما ميوزي. خلينا في الاول في الميتوزي. ايه اللي بيحصل للخليه عشان تنقسم؟ الكروموسوم هيحصل له عمليه تضاعف تاني. يحصل له عمليه ايه؟ تضاعف. تلاقي ان المنظر ده اتقلب. شايف الشريطه دي تبقى شريطتين، ده الاولاني وده التاني وده التالت. لا كلمني احياء. الكروموسوم الاحادي الكروماتيد يقلب لثنائي الكروماتيد. الشريطه تبقى شريطتين. دكتور انا اصلا ده منظر الكروموسوم اللي اعرفه، حتى بالاماره اللي في النص ده اسمه سنترومير. ايوه هو دوت. وبعدين هيحصل انقسام بالتساوي. الانقسام ده هو واحده كده واحده كده، واحده من دي واحده من دي. طب والشريطه الثانيه بتاعت دي والشريطه الثانيه بتاعت دي حطهم هنا. واحده من دي واحده من دي واحده من دي واحده من دي. طب ودي واحده من دي واحده من دي واحده من دي واحده من دي. قارن الاثنين دول بالاصليه زي بعض بالظبط. ده انقسام ميتوزي بيحصل في جلدك، يحصل في كبدك، يحصل في عينيك، يحصل في شعرك، يحصل في جميع الخلايا الجسديه ما عدا الخلايا اللي هتعمل انقسام ميوزي. اول خطوه في الانقسام الميوزي هي اول خطوه في الانقسام الميتوزي، التضاعف. خلينا نرسمها لك في واحده لوحديها اهي. ادي الخليه اهي الاصليه، وادي الكروموسوم اهو لسه ما حصلوش تضاعف. تلاقي اللي حصل ايه بقى؟ بص المنظر، تضاعف. ده الكروموسوم الاول وده الثاني وده الثالث. ايه اللي هيحصل؟ افصل انقسام كروموسومات بنسميه ميوزي اول. ده وده وده وديهم خليه، وده 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 وديهم خليه تانية. بص اللي هيحصل، مقص الاول مقص التاني مقص التاني، وده مقص الاول مقص التاني مقص التالت. هل ده منظر انقسام خلص ولا لسه الخلايا متضاعفه؟ لسه. هيحصل بعديها حاجه اسمها انقسام كروماتيدات. لا مره تانية يحصل انقسام ايه؟ كروماتيدات. فك الشريطين دول عن بعض وفك دول كمان عن بعض. هيطلع لك كام واحده؟ دي هتطلع 2 ودي هتطلع 2. تلاقي المحصله النهائيه 4. وريني كده المنظر. ادي دي نص الاولى، ودي دي نص الاولى التاني. الناحيه دي نص التانيه، ودي نص التانيه التاني. قارن دي بالاصليه، نصها دي يا اخي 6 شرطان، دي 3. يعني انت لو بصمج ما تعرفش اي حاجه في المنهج هتقول كده. ده كروموسوم ثنائي لكن ده لسه ايه؟ احادي. ده 2 نون لكن ده نون. عارف ده مثلا ممكن يكون الخصي او المبيض، واللي طالع في الاخر ده الحيوانات المنويه او البويضات. تمام؟ ما يخص المناعه، حاجه اللي قبل الاخيره عشان يبقى باين لك ما يخص الدي ان ايه وخلصنا. ما يخص المناعه ايه اللي حاجه اللي خدتها في سنه اولى وسنه ثانيه ليها علاقه بمناعه النبات في الاول. مناعه النبات يعني خليني اقول لك كده، الحاجه المهمه اللي عليك في المنهج انك تبقى عارف تركيب ادمه النبات. واحد يقول لي يعني ايه الادمه؟ اقول لك يعني يا باشا البشره. احنا لسه قايلينها في اول الحصه صح؟ خلايا برنشيميه مغلظه من ماده ايه من فوق؟ الكيوتين. بس عارف الكيوتين ده اوقات يبقى طالع من النبات بقى شويه حاجات زياده، شعيرات او اشواك. هات لي نبات فيه شعر، الكيوي. هات لي نبات فيه شوك، يوه ده انا خارب الدنيا بيه، التين الشوكي والصبار والاناناس والحاجات دي. طيب ايه ميزه الشعيرات والاشواك والكيوتين؟ ما انا عايز اعرف الميزه بتاعتهم ايه. الشعيرات والاشواك والكيوتين افكرك اللي هو اصلا غير منفذ. فاكر؟ في اول حصه. يمنع استقرار الماء. يعني تخيل هنا في قطره ميه واقفه على حاجه غير منفذه، مصيرها ايه؟ هتتزحلق وتنزل. صح، هو ده اللي احنا عايزينه يا دكتور، انها تتزحلق وتنزل.
طب وايه ميزه انها تتزحلق؟ لما ما يبقاش في ميه مش هيبقى في فطريات. لما ما يبقاش في فطريات النبات يعيش فتره طويله. لا اديني مثال. ماما بتتخانق معانا دايما في البيت على غسيل الفاكهه والخضار، تقول لك بعد ما تخلص غسيل صفي الميه من الطبق واعمل، حط ايدك كده وخلي الجرجير يعمل كده، تلاقي نفسك وانت بتعمل كل الجرجير اتقلب في الحوض. ايوه هو وانا منكم عادي يعني، ونتهزق بعديها ونغسل تاني وتلاقي نفسك بتغسل الحوض في الاخر. طب هي ماما مغلبانه ليه؟ عشان الميه لو فضلت موجوده على الخضار والفاكهه حضرتك حطيتها بره شويه، ايه اللي هيحصل؟ البكتيريا تلاقي الميه وسط ملائم ليها، تروح قاعد عليها تلاقي ان الفاكهه والخضار مرض وباظ. عشان كده ربنا مزود النبات بحاجه تمنع استقرار الميه في تركيب الادمه بتاعته، اللي هو الجدار الخلوي لما بيتغلظ بماده الكيوتين، خاصه خلايا البشره او خلايا ادمه النبات. طب ده بالنسبه للنبات. بالنسبه للانسان، ايه اللي انا خدته في سنه اولى وسنه تانية ليه علاقه بمناعه الانسان؟ خدت حاجه يا باشا اسمها الطحال في سنه تانية الترم الاول. ايه الطحال ده؟ عضو في الناحيه الشمال، خد بالك انا واقف عكسك، ما تقوليش الدكتور بيقول يمين، انا عكسك اهو شمال. في الناحيه الشمال بتبقى موجوده معاك. هدف الحاجه دي او الناحيه الشمال دي اللي بيبقى موجود فيها الطحال ده تنقية الدم من الحاجات القديمه اللي فيه. طب ايه اللي كان في الطحال بيساعدك على كده؟ كان بيمشي في الطحال دوت حاجه اسمها الليمف. يطلع ايه الليمف ده؟ افكرك، كرات دم بيضاء زائد البلازما. كرات الدم البيضاء دي لو تفتكر وظيفتها، افكرك يا باشا، كرات الدم البيضاء دي كانت وظيفتها ايه؟ مهاجمه ومحاربه الميكروبات، مهاجمه ومحاربه الخلايا الغريبه عن الجسم والفيروسات. هي دي كان هدفها. اكتر عضو بيشارك معاك في المناعه واهم عضو من الاعضاء بتاعتك الطحال. تمام. مين تاني كان بيشارك معايا بس من باب العلم بالشيء؟ اللوز، حاجه اسمها بقع باير، حاجه اسمها الغده التيموسيه، هتاخدهم بقى خلاص في سنه ثالثه. كرات الدم البيضاء دي لو تفتكر برضو كانت من وظائفها المحاربة، ولو تفتكر برضو كان ليها أشكال مختلفة. أنا اللي يهمني منهم إنك تبقى عارف إن كرات الدم البيضاء جواها حاجة اسمها كده، بتبقى الإفرازات بتاعتها موجودة، اسمها لايسوسوم. إيه هو اللايسوسوم؟ كيس بيحتوي على الإفرازات المفتفتة والهاضمة للميكروبات. بتطلع فين؟ في اللايسوسوم. فلما تلاقي نفسك بتسمع في سنة تالتة وبيقول لك الخلايا البلعمية الكبيرة تهاجم الميكروبات عن طريق الانزيمات اللايسوسومية. يعني ايه لايسوسومية؟ يعني الانزيمات محطوطة في كيس، والكيس احنا سميناه ايه؟ لايسوسوم. خدنا ايه تاني في الانسان له علاقة بالمناعة؟ الجلد في الترم التاني. الجلد لو تفتكر كان بيتكون من منطقتين، البشرة والأدمة. حلو. البشرة اللي هي اللي من فوق دي، مش عايز الأدمة أنا دلوقتي، كانت حتتين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. الطبقة الخارجية كان متكون فيها مادة الكيراتين. لا تاني، اسمها مادة ايه؟ كيراتين. مادة الكيراتين دي طبقة تعمل كعائق منيع تجاه الميكروبات، أخت الكيوتين في النبات. فاهمها؟ طب يا دكتور انت قلت لي خلي الأدمة، هي الأدمة هيبقى فيها ايه؟ الغدد العرقية اللي بتطلع لك العرق. طب وهو العرق ليه علاقة بالمناعة؟ العرق بالملوحة بتاعته يموت البكتيريا اللي على سطحك. البكتيريا ما تستحملش. مش انت خدت اسموزية في الأول؟ تلاقي ان الوسط بتاع الجلد ميته قليلة وملحه كتير، العرق اهو. طب والبكتيريا ميتها كتيرة، يروح المية طالعة من البكتيريا، فالبكتيريا لما تاخد منها مية يحصل لها ايه؟ هتموت. فلما تموت احنا نشم الريحة. ريحة ايه؟ دي مش ريحة العرق، دي ريحة البكتيريا اللي ماتت من العرق. فماما تلقائي تقول لك روح استحمى ريحة الجبر. انا اسف في التعبير بس هو ده اللي بيتقال لنا، روح استحمى، شيل الوفيات اللي على جسمك، شيل البكتيريا اللي ميتة دي. هو ده اللي بيحصل. تمام يا دكتور؟ طيب
ايه تاني ليه علاقة معايا في الحاجات اللي قبل كده؟ ما يخص الدي ان ايه وما يخص الار ان ايه. انا خايف قبل ما تتكلم، لا ما تقلقش، تعالى نشوف ايه اللي خدناه في سنه اولى وسنه ثانيه له علاقه بالاثنين دول. تعالى يا دكتور. ما يخص الدي ان ايه والار ان ايه كان في منهج سنه اولى وسنه ثانيه حته صغيره. المقارنه ما بين الاثنين دول هي اللي كانت عليك. الدي ان ايه كان لولب مزدوج، لو عايزين نرسمه تركيب عدل اهو، يعني عباره عن شريطين. لكن الار ان ايه واحد، حتى احنا عاملين اللوجو دي ان ايه في النص. ليه؟ لان ده من اعظم الاكتشافات اللي حصلت في الكوكب، واللي بفضله احنا عارفين الفرق في الجينات وعارفين نعالج امراض وعارفين نعمل حاجات كتير. الدي ان ايه ده كان بيتكون من نيوكليتيدا، لا تاني اسمها ايه؟ نيوكليوتيدا، خدتها في سنه اولى فكرك بيها. سكر خماسي الكربون ومجموعه فوسفات وقاعده نيتروجينيه بس. طيب ايه اللي بيفرق الدي ان ايه عن الار ان ايه في تركيب النيوكليتيدا؟ دي ان ايه اسم السكر دي اوكسي رايبوز. طب الار ان ايه رايبوز، خد من الكلمه واتكلم. دي ان ايه بقى اولها حرف د، دي اوكسي رايبوز اولها حرف د. ار ان ايه اولها حرف ر، رايبوز اولها حرف ر. الفرق في التركيب ان الدي اوكسي رايبوز سي 5 اتش 10 O4، لكن الريبوز سي 5 اتش 10 O5. طب يا دكتور هي الاوهيه اللي ناقصه دي ناقصه من ذره ايه؟ لا دي خليها ان شاء الله كده عليك بخير في وقت الدي ان ايه والار ان ايه. انا اللي عايزك تبقى فاهمه الفرق في التركيب ما بين ده وما بين ده. طيب ايه تاني يا دكتور كان عليا في منهج سنه اولى وسنه ثانيه ليه علاقه بالاثنين دول؟ انا اقول لك شكل الكروموسوم. احنا اتكلمنا ان شكل الكروموسوم بيبقى شريطه. طيب ده بنسميه ايه الشريطه؟ كنا بنسميه الطور البنوي او البيني، او البنوي ادق. لما بيجي يتضاعف اديك شفت من شويه كنا بنقول عليه مقص، وتلاقي سنترومير هنا. ده بيبقى اسمه ايه؟ الطور الاستوائي. الطور التمهيدي بيحصل له تضاعف. ده يحتوي على 2 دي ان ايه. طب ده 1 دي ان ايه. ليه؟ لان ده عادي ده متضاعف. طب وده اتضاعف ازاي؟ والانزيمات اللي شاركت مين؟ ومين اللي اثبتها؟ ده عليك اساسا كده كده الدرس الثاني السنه دي. بس انا عايزك تبقى فاهم شكل الكروموسوم. مين اللي خلى شكل الكروموسوم يبقى بالمنظر ده؟ كنت انت واخدها في سنه اولى حاجه اسمها الهيستونات. هيجي بقى في سنه ثالثه ويشرح لك الهيستونات حته حته، ويقول لك الهيستونات دي عباره عن ايه والغير هيستونات عباره عن ايه. تمام تمام. دكتور انا سمعت ان احنا اساسا اختلافنا عن بعض بيكون في البروتينات، يعني شعرك غير شعري، انزيماتك وهرموناتك غير انزيماتي وهرموناتي، فبالتبعيه انت وظائف جسمك كده وانا وظائف جسمي كده. حلو. ازاي البروتينات بتتكون؟ ايه العضيه المسؤوله عن البروتينات؟ جوه الخليه الكبيره سواء كانت نباتيه او حيوانيه بتلاقي فيه نقط كده سيتوبلازم، لا انا قصدي على نقط تانية يا باشا اسمها رايبوسومات. تاني اسمها ايه؟ رايبوسومات. رايبوسومات دي احنا كنا بنسميها في سنه اولى ايه؟ مصنع البروتين. يبقى ايه مسؤوليه الرايبوسومات؟ مصنع البروتين. لما يجي يسألك ويقول لك أي الهرمونات التالية يكونه الريبوسومات، اعرف إنك بتدور على هرمون بروتيني. طب لما يقول لك استرويدي، يعني استرويدي دي اللي كانت في نفس الدرس في سنة أولى، الليبيدات اللي هي البروتينات. لا يا دكتور الليبيدات اللي هي الدهون. أيوة صح صح كده، الليبيدات اللي هي الدهون. امال البروتينات اللي هي الاحماض الامينيه لما بتتكون مع بعض مين بيكون لك البروتينات؟ الريبوسومات. طيب في حد تاني بيكون لك البروتينات؟ ايوه، واحده اسمها الشبكه الاندوبلازميه الخشنه. لا مره كمان اسمها ايه؟ شبكه اندوبلازميه خشنه. شكلها بيبقى متعرج كده وبيتحط عليها من هنا الريبوسومات. يعني يا دكتور هي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه دي عباره عن حاجه كده ملولوه وعليها ريبوسومات؟ عارف دي
هي اللي بتطلع الليسوسوم. يعني انت قصدك الانزيم اللي هو بروتين اصلا هنحطه في كيس ونسميها ليسوسوم. مين بقى اللي كون الانزيم؟ اللي هو البروتين، الشبكه الاندوبلازميه الخشنه والريبوسومات. طب وده ايه علاقته بسنه ثالثه؟ هتلاقي الدرس قبل الاخير في المنهج بيقول لك ان اسم الدرس تخليق البروتين، تكوين البروتينات. اكيد هنجيب سيره الريبوسومات، شيء منطقي، ما هي هتجيب بروتين ازاي من غير ريبوسومات؟ ده تقدر تقول عشان تبقى صدرك مرتاح كده الحاجات اللي ليها علاقه بسنه اولى وسنه تانية، وممكن تشم ريحتها في سنه ثالثه. اكتر جزئيه تركز عليها في كل اللي انا قلته جزئيه الدعامه والحركه. كل الباقي صدقني سهل، بس جزئيه الدعامه والحركه لازم سواء كنت بتسمع الفيديو قبل اول حصه او بعد اول حصه. يعني في ناس تقول لي انا سمعت الحصه الزيرو بعد الحصه رقم 1، مش هتتاثر بحاجه. طب انا سمعت الحصه الزيرو قبل ما ادخل في المنهج اصلا، ده بالعكس ده يبقى احلى. بس ارجوك سيف للفيديو عندك، لان انت مسيرك ترجع له وانت داخل على المناعه تلاقي نفسك نسيت. هروح اشوف يا عم الدكتور كان بيقول ايه 15 دقايق كان بتوع المناعه ولا 15 دقايق بتوع التكاثر ولا ان كان. تمام كده. دي كانت المحاضره الزيرو بتاعتنا، واعتقد ان في ناس كتير ارتاحت واطمنت شويه تجاه المعلومات التراكميه اللي هي كانت خايفه منها وقلقانه منها، عشان لما تشوف السؤال ده بعد كده تبقى مطمن. كده نبدا ان شاء الله على خير منهجنا، ونبدا ان شاء الله على خير الكورس بتاعنا، وباذن الله تبقى سنه جميله ونستمتع فيها مع بعض بالاحياء، وتبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله من السنين ومن الحاجات العلامات والفارقه معاك اللي هي دراستك للاحياء في سنه ثالثه ثانوي. وباذن الله تشرفوني وتنوروني وترفعوا راسي زي ما انتم دايما كده يا رب. كل سنه وانتم طيبين، وسنه ان شاء الله تكون حلوه علينا كلنا، واشوفكم على خير. باي باي.